السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا لاباس وصحتكم بخير. اليوم ان شاء الله راح نديرو كاطو بزاف ساهل بلا بيض، صدقوني من اروع الوصفات، ساهل وبنين واقتصادي، يقطع حوالي 40 حبة. ان شاء الله تجربوه وتنجحوا فيه. ودوكا ما بقى لي غنقول لكم، اللي حبت تعرف الوصفة وطريقة التحضير تبع الفيديو حتى الاخير. نحتاجو في الوصفة 125 غرام تاع مارغرين. اللي ما عندهاش ميزان تقدر دير زوج مغارف كبار نتاع مارغرين، يعني عمريهم مليح. نزيدو نص كاس نتاع سكر، واللي تحب الحلاوه بزاف تقدر دير كاس كومبلي. درت هنا السكر العادي، وتقدري تستخدمي سكر غلاس. نخلط غير بالفوي، ولازم هذاك السكر فريمون يمتزج مع المارغرين. كيما تقدري تستخدمي الباتر. كيما راكم تشوفوا راني نخلط. دوكا نزيد نص كاس نتاع زيت، ونخلط مليح حتى نحس هذاك الزيت دخل مع المارغرين والسكر. شوفوا هذا هو القوام اللي نحوس عليه حتى يولي الخليط ابيض. هنا ندير المكون اللي راح يخلي هذه الكاطو اون ديغي درنا لها البيض، اللي هو الفرomاج. ندير فرماج العادي بورسيون، درت 3 حبات. ونخلطو حتى نحسو هذاك الفرماج دخل مليح مع المكونات. نزيد هنا زوج مغارف كبار تاع مزهر. المزهر راح يدير لهذا الكاطو ذوق رائع. واللي ما عندهاش مزهر في الدار تقدر تعوضو بالحليب ولا الماء. زوج مغارف كبار. كيما راكم تشوفوا الخليط ولا لنا كريمي. نزيدو شويه لافاني، حوالي ملعقه صغيره، ونخلطو. ودوك نبدا نزيد في الفرينه. نحط الكاس الاول، نديرلو كيس خميره الحلوى يعني 10 غرام، ونزيد الكاس الثاني. نبدا نخلط. ونزيد الكاس الثالث. هنا نحسها مازالت تتخص. نوجد الكاس الرابع وندير بشويه. فوالا هنا تحصلنا على عجينه طريه، يعني ما تيبسوهاش، وتشكلوها كيما حبيتو. كاين اللي صابلي كيما راكم تشوفوا، ديروها اي شكل دائري ولا سيجار. شوفوا واش قعد لي من الكاس الرابع، يعني دات لي 3 كيسان ونص. كيما قلت لكم تقدروا ديروا كريات ولا اصابع. انا هنا راح نفتحها كيما الصابلي ونطبعها. كيما راكم تشوفوا درت الساشي هنايا، ونبدا بالحلال نحل فيها. يعني الساشي راح يعاوننا خير من نديرو الفرينه وتزيد تنشف وتقساح معنا العجينه. نديروها شويه خشينه، ونستخدم هذا الطابع، ونزيد نرمدها في
ونطبعه. واللي ما عندهاش بياض البيض تقدر تعوضه بالحليب. هنا راني نطبع فيها وما راحش نلصقو زوج حبات، يعني كل وحده راح تكون وحدها، على بها العجينه خشنتها شويه، ما راهيش هنا تبان لكم مليح، مي الارتفاع تاعها راهو شويه مليح. نشدو حبه ونغطسوها في بياض البيض، ومن بعد الكاوكاو كيما قلت لكم تقدروا تعوضوا بياض البيض بالحليب. ونفس الشيء نكملوا كامل المكونات بنفس الطريقه، والكاوكاو نرحيوه شويه خشين كيما راكم تشوفوا. نكملهم كامل ونسخن الفوغ على 180 درجة، ندخلها الطيب كيما راكم تشوفوا من هاد الزاوية راهي تبان باللي درتها شوية عالية. وهنا بعد ما طابت ودات لون شباب كيما راكم تشوفوا، راح ندير لها خطوط تاع شيكولا من الفوق. والتزيين يبقى اختياري، يعني واش حبيتو ديروا ديروا لها. اي فوالا، وهذه هي الكاطو اللي درناها اليوم كيما راكم تشوفوا، مقادير بسيطه وخرجنا كاطو شباب وبزاف بنين، ان شاء الله تجربوه وتنجحوا فيه. ودوك نقسم لكم حبه، شوفوا كيفاش خرجت مقرمشه من البراء والطريه من الداخل وبزاف بنينه، والقو تاع المزهر زاد فيها النص. ان شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها. ما بقى لي غير نقولكم تهلاو في روحكم بزاف، وما تنساوش تدعموني بجمع لا فيديو وابوني في القناه، وشاركوا الوصفه مع احبابكم وعائلتكم، واللي حبت اي وصفه نديرها تخلي لي في التعليقات راح نشوفها وننفذ الطلب. بقاو على خير.